صباح الفل مساء الفل من اي مكان وفي زمان. بنقول يا جماعه قعدتنا النهارده القعده عارفين هنبدا على مين طبعا يا مارك، صح ولا لا؟ حبيبنا حبيب القعده عندنا فيها كلام كتير النهارده، تشامبيونز ليج واللي حصل فيه. انا بس عندي نقطه واحده. ايوه عايز اقول حاجه يعني. اتفضل. كان في واحد بيقول لك انا زهقت من كتر ما كلمه ايه ما بعرفش غير فريق ما خسرش الوحيد وبتاع الكرة مكسب بس. الكرة مكسب وايه؟ مكسب ونسي. الكرة مكسب وايه؟ هنفتكر النهارده بقى الكرة مكسب وايه؟ طلعت مكسب يا وخساره خفيف عادي. حلو انت. الكرة طلع مكسب حياتها مكسب وخساره على فكره. ما عدا الحلقه اللي فاتت الحلقه اللي فاتت كانت مكسب ونسيت. مش فاكر الحلقه اللي فاتت اصلا. ماشي. ايه شفتوا يا جدعان الماتش طبعا؟ طبعا طبعا. بس خلينا نبدا بالايه؟ ابدا بالخيبه التقيله لا مش خيبه ولا يا حاجه. حبيبي خيبه. لا مش خيبه. طب يلا ابدا. ايه يا اسطى شايف ايه بعد الهلفته اللي حصلت امبارح في الماتش؟ هل فتى ما تكبرش الموضوع قوي كده يا عم. ماشي. لا ما كانش فيه حاجه. هو كان صح. ماتش قوي من اتنين اقوياء. واحد اقوى فريق في اوروبا والتاني اقوى فريق في اوروبا برضه. مين اقوى فريق في اوروبا؟ الأولاني؟ ارسنال على ارضه. تمام. بس متضايق من حته بره الارض دي. ماتش كان لذيذ. انا شايف ان احنا قدمنا ماتش حلو ومش وحش. ارسنال الصراحه قويه قوي بامانه يعني. السيزون ده خايف لا تلم كل البطولات وتعمل سداسيه اللي كنا بنديها 10-1 و10-2. سبحان الله سبحان مغير الاحوال. ما اعتقدش بس ماتش امبارح اللي ضايقني فيه بس هو نوير الصراحه. ومضايقني فيه الاداره برضو ان احنا لحد دلوقتي مش عارفين نجيب بديل لنوير. لحد ممكن مش عارف امتى هيعتزل، ممكن كاس العالم اللي جاي. بس كان في غلطتين امبارح يعني. الجون الكوميدي الثالث ده كوميديا بطريقه غريبه يعني. مارتينيلي ما عملش حاجه غير انه استلم، الثاني وقع واتبهدل ومش عارف ايه وجاب الجون. والجون الاول برضو كان غلطته ان تيمبر ياخدها كده من بين ايده وتعدي فيه. كانت غلطه. بس انا شايف ان البايرن لا ماشي كويس. لويس دياز اثر معانا الماتش اللي فات جامد علشان الطرد اللي هو خده في PSG برضو. احنا كنا لمنا عليه ان الطرد ما كانش حلو. مفيش اي حاجه حصلت غير ان ماتش برضو احنا حظنا وحش في حاجه ان احنا الفرقتين الاقوياء اللي طالعين لنا في القرعه الماتشين على ارضهم سواء PSG او ارسنال. يعني الماتش ده على ارضنا كان هيختلف شويه يعني. كنا هنعرف نسجل اكتر ونروح اكتر وكنا هنظبط نفسنا في الدفاع اكتر. بس لا ارسنال الفرقه حلوه الصراحه يعني. وستيل برضه احنا لسه بننافس على ابطال يعني لحد دلوقتي. ده كده. بس انا اختلف معاك في حاجه بصراحه يعني. ان انتوا قدمتوا 45 دقيقه حلوه اللي هو الشوط الاولاني. الشوط الثاني بتاعهم كله. الشوط الثاني نزلوا هم كسروا الدنيا. لان هو الشوط الاولاني كان كومباني بيعمل ايه؟ بيلعب الكرات الطوليه على طول. اتعملت اكتر من 3-4 مرات ونجحت على فكره. كيميتش عملها في الجول بتاع بالظبط. واتعملت مره الكين بعديها. فهي يعني عملها كتير جدا وكان ناجح فيها. الشوط الثاني بقى ارسنال نزل ضغطت بايرن بطريقه قويه جدا. ما بقاش بقى في كيميتش اللي بيستلم ويلف ويشوف مين هو يلعب له. لا انت ال11 انت بتهاجم بيهم. ده ارسنال عمل حاجه غلط. ارتيتا في الماتش واحد يعني حاجتين غلط او حاجه غلط اللي هي التبديله. تروسار لما اتصاب نزل مدويكي. كان لازم انت شايف مين؟ مارتينيلي 100% طبعا 100%. والله العظيم وانا بتفرج مارتينيلي. قلت ليه مارتينيلي ما ينزلش؟ طبعا. الشوط الثاني حب يصلح الدنيا. كان اسوأ 2 لعيبه كان ساكا. انا شايفه كان وحش جدا عشان كده طلعه بالظبط. عشان كده طلعه. وكان في تبديله ثانيه معاه مش فاكر كان مين. لا بس كاليفيوري نزل لا كيلي لويس كيلي. ما هو كاليفيوري نزل بالظبط. كاليفيوري نزل على فكره هو اللي عمل اسيست بالظبط. الاثنين دول يعني الباك ليفت طبعا اللي اتعمل عليه الشوارع اللي جه منه الجون بالمناسبه. اول تبديلتين كان ساكا اما نزل مارتينيلي ودى بقى مدويكي ودى الناحيه الثانيه بقى. دي طريقه اللعب اللي يلعب بيها. اللي هو على شماله بيلعب وعلى الثاني على يمينه بيلعب في طريقته يعني. والباك ليفت كاليفيوري طبعا اول ما نزل لمسه وجول. فهو بصراحه ارى في ثانيه ان التبديل الاولانيه ما كانتش صح. فاهم؟ لان هو نزله جربوا بان كام دقيقه وبدا الشوط الثاني اول 10 دقائق ما نفعش. فهو بالنسبه لي ارى الجيم حلو جدا. هو قريه بس خد بالك هو ما غيرش طريقته. هو برده ما نزلش مسك الكوره يعني. حتى لو الشوط الثاني لاحظنا ان هو واخد الشوط كامل له كفرص وكضغط وكل حاجه. بس تيجي تبص للاستحواذ تلاقي استحواذ بايرن طلع 60% استحواذ في الماتش كامل. فحتى ارسنال برده احنا متعودين عليه من اول السيزون. هو في الماتشات القويه هو مش عايز الكوره. استحواذ سلبي في الاخر. سلبي بالظبط. ما انت بتواجه ثاني 45 دقيقه بايرن مش موجود خالص. انت عندك ولا كوره ولا سداسي في ورا. عند ارسنال ثابتين من اول السيزون بالظبط. سواء الاثنين. لا انت عندك بالاربعه دفاع. انت عندك اثنين مش موجودين. انا بالنسبه لي اصلا سنتر باك موسكيرا ده كان مأدي في اول الدوري. اول ماتش في الدوري يعني ما جابش. بس خلي بالك اللي غايب يعني احسن مدافع دلوقتي في العالم. طبعا جابرييل السنه دي. جابرييل وكاليفيوري مش بادئ بيه. فانت عندك اثنين من الاربعه مش موجودين. طب بص على لا بس كاليفيوري دي يعني فني
مدرب هو ماشي هو فني بس قصدي ان هو مش ده اللي بيلعب بيه في الدوري. خش على خط الهجوم، انت عندك خيسوس مصاب من بدري، عندك هافرت مصاب من بدري، وعندك جيوكيريش مصاب، فانت بتلعب يعتبر من غير مهاجم. بس الثلاثه برده ما كانوش مؤديين يعني، الثلاثه برده جيوكيريش كان بيجيب يعني لا ولا اي حاجه، مش 100% لا كان بيجيب في الدوري، لسه ما قالش حاجه، ما جابش غير جولين. ان هو انت بتلعب من غير 2 مدافعين اساسيين ومن غير خط الهجوم بتاعك اللي هو ميرينو، بالنسبه لي مش مهاجم، وساكا كان سيء جدا، ومع ذلك انت على بايرن جاب 3 اجوان. طيب ما انت بص على بايرن برضو يعني، بص على لويس دياز اللي هو الثنائيه اللي معموله مع كين من اول السيزون اللي بتجيبه. ايوه لويس دياز مش موجود، ما عندكش غيابات تاني. ما هي كل فرقه بيبقى فيها ثنائيه مؤديه. أيوة يعني لو تيجي تبص الريال انا يعني ممكن اختلف شويه ان الغيابات مؤثره يعني، بس مش التاثير الكبير في الفرقتين. بالظبط كده يعني. انا نفس الكلام انت بتقول لي يعني الشوارع اللي كانت من على الشمال ده لايمر ما بيلعبش اصلا. انا شايف ان حتى لو لويس دياز كان موجود امبارح، طبعا لويس دياز فورمه مش طبيعيه 100% طبعا، بس ارسنال كان بيلعب حلو قوي امبارح الصراحه جدا. ارسنال كان بيلعب قوي وما كانش باين الفروقات معانا. بالنسبه لي جابرييل احسن مدافع دلوقتي في الفتره دي. لا هو كان يعني اكيد لو كان موجود كان الموضوع اصعب، بس مسكيرا انا ما توقعتش انه ماتش حلو قوي كده. ايوه انت قبل ما تبدا الماتش انت ما تضمنش ان مسكيرا ماتش عالي. طبيعي، بس لويس كيلي برضه ما نفس القصه يعني، بل بالعكس كان اسوأ من والصراحه انا شايف طبعا انا كنت بهزر فانا بقول له هالفتى مش درجه كده، بس انا برضو مش شايف ان بايرن حتى انت بتقول الشوط انا شايف الشوط الاول يعني، انا مش شايف فرص. انا بحاول افتكر امبارح في بس بتاعت كارل الشوط الثاني كان في كور بتتعمل بس لا ما فيش فرص. ما نفس الكلام برضه اتكلمنا على ارسنال فرصتين غير الاجوان. ارسنال عايز اتكلم في حاجه بقى، الكورنرات يعني بجد هم لو انا ما شفتش فرقه اخر 3 سنين بيلعبوا على الكور الثابته بطريقه مش طبيعيه، وكان دايما مين اللي بيجيبها؟ دايما جابرييل تمبر خد مكانه دلوقتي. الفكره لا هو ال3 كورنرات انا اول مره اشوف نوير في ماتش واحد مش عارف بيطلع غلط ويرجع، عارف انت كل الحراس اللي تروح 3 مرات عملها. ايوه الكورنرات كلها جوال كانها ضربه جزاء فعلا. أيوة. فشابوه فعلا زمان. عارف في اول ما كان في طلعت لما ارسنال جابت مدرب للكره الثابته الناس كانت بتتريق في الاول، بس انت دلوقتي باين ايه ده؟ لا هم اقوياء جدا، اقوياء جدا في الكره مش طبيعيه. ومن فكره في الاثنين انت من ناحيه الشمال ساكا بيلعب كور موس. نفس الكلام الشوط الثاني كان مين؟ كان ديكلان رايس رفع، فهم ظابطين الموضوع. لا وفي كذا تكنيك وكذا حاجه. بس انا عايز اقول لك على حاجه، صدقني الماتش ده لو كان في ارضنا كانت النتيجه هتبقى مختلفه. طبيعي ارسنال بره ارضه غير يعني، ارسنال قوي جدا جدا جدا. دي ما تضمنهاش، بس انت ما تعرفش تقولي على ارض. لا ما انت بص ارسنال انت بتمدح فيها دي عملت ايه قدام ساندرلاند في اخر جوله لما تعدي 2-2 بره ارضها، فبرضه الارض انا برضه عايز اختلف معاك في نقطه اللي هو بيقول لي انا ارسنال هتكسب كل البطولات. انا مش شايف كده يعني، لسه السيزون طويل، السيزون لسه طويل. ارسنال الصراحه يعني عشان ندخل بقى في ارسنال هتعمل في الدوري الانجليزي ده كنت عايز اسالكم عليه. انا شايف ان ارسنال فرصها يعني لو مش فرصها اكبر، ارسنال ما خدتش السنه دي الدوري الانجليزي لا يبقى في كارثه بقى. ده يعني مفيش احسن من كده فرصه ان انت تكسب يعني. لا بنسبه كبيره خلاص هو ارسنال اخذ الدوري الانجليزي. مش وانت شايف ارسنال ايه في الدوري الانجليزي؟ شايف الدوري الانجليزي خلاص يعني. انت عندك معطيات مبدئيا. انت عندك سيتي بيقع سطر ويسيب سطر، بيقع. ليفربول بيهبط مش بيقع شايفين شبه واخد بالك. عندك تشيلسي مانشستر يونايتد توتنهام، 3 فرق نص جدول يعتبر. مهما كانت تشيلسي فين ولا توتنهام فين، 3 فرق دول نص جدول. ارسنال هتكسب تشيلسي الماتش الجاي. نعم ارسنال هتكسب تشيلسي الماتش الجاي. تكسب تشيلسي الماتش الجاي، وحتى لو ماتش تشيلسي عدى منها وده بصعوبه جدا يعني، لكن هي هتكسب تشيلسي الماتش الجاي. هي خلاص هي فرقت جامد قوي عن مانشستر سيتي. تشيلسي جايب فورمه حلوه برضه ماشي، بس اخره ايه تشيلسي في الدوري؟ تشيلسي يعني يوم ما يتمعظم ويفرض ظهره اخره ايه؟ لا مش هياخد الدوري، بس هقول لك حاجه، هو هيوقع ارسنال الماتش الجاي يا عم. ماشي هو يتعادل معاه وهيخسر وارد، بس مش هيخسر. الاجمالي ان انت كل الفرق بتخدم على كله سيتي ليفربول مانشستر يونايتد توتنهام تشيلسي، بما فيهم تشيلسي على فكره. تشيلسي بتخسر في ملعبها. ده حقيقي. تشيلسي مش هتاخد الدوري كده هو هتعطل الهدف بتاع السيزون ده ان هي تبقى من اول 4 يعني ممكن. اول 4 فرق في الدوري. بس هي فرقه تقيله بصراحه بقدام ماتش برشلونه كمان. الفرق الثانيه برضه مش فاهم هو ايه اللي حصل في سيتي ليفربول ده. ايه اللي حصل ده؟ انا مش فاهم. عارف انا بالنسبه لي هبدا بليفربول عشان انا مندفع شويه على ليفربول، لان هم الفرقه خرا، المدرب خراين، الاداره اوسخ من الاثنين الاولانيين دول. الاداره بص يا باشا، ليفربول مبدئيا اخر 12 ماتش خسر 8 فده رقم كارثي. خد بالك ال5 اللي كسبتهم في الاول كمان بما فيهم الشامبيونز ليج والدوري، اخر 12 ماتش خسرنا 8 فده كارثه يعني. ده انت كده في لازم تقول في ايه، اخسر من نوتنجهام واخسر من كريستال بالاس واتعادل مع مش عارف مين واخسر مش عارف مين، يعني ما كسبتش غير ارسنال يعني هي عطلت ارسنال في ماتش بس في الدوري فاول. فانت عندك كوارث. الحاجه الثانيه اللي بلاحظها، طبعا ده مدرب 100%، لكن الحاجه الثانيه اللي انا كنت بتكلم على اللعيبه في اول الحلقه،
او في اول الحلقات يعني كنت اقول لعيبه فان دايك وكوناتي وحشين قوي 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 كل ماتش لازم فضيحه مش كوره عاديه. كوناتي في الشامبيونز، فان دايك في الشامبيونز ليج امبارح طبعا ياخد الكوره بايده. لو فاكر الحلقه اللي كنا بنعملها الاول خساره ليفربول وانا جيت كنت اتكلمت معاكم في حته فان دايك يا جدعان عنده فكره الايجو والشخصيه زياده عن اللزوم قوي. هو فاكر نفسه بزياده والسنه دي بزياده يا جدعان. الجون الاول في ضربه الجزاء الماتش اللي فات في الابطال 4-1 الجون الاول كورنر هو طالع الواد داخل معاه اللي هو اداله زقه خفيفه الباشا قام لامس طالع بايده الكوره. طب ليه يعني انت ضمن بص الحكم اللي هو ايه يا عم اللي هو زيني وانت هتحكم كمان يعني انت هتدافع وتحكم كمان. كارثي وضربه الجزاء اللي عملها الواد مدي ظهره بره ومش لا بيعمل كوارث بيعمل الكوره تخبط في رجله تخش. لا انا كوارث يعني نفس القصه برضه. ليفربول زي ما انت ما قلت انا بالنسبه لي يعني سلوت مالت بامتياز خلاص. انا مش شايف انه تجديد الثقه بقى لا لازم يمشي لازم لا هو يعني ما ينفعش يا جدعان والله. لازم يمشي عشان يعرفوا يحققوا مركز الابطال السنه الجايه مش عشان ياخد الدوري. انت عارف صعبه مستحيل ان هو ياخد مركز دوري الابطال وجهه نظري يعني. ممكن يلحق برضه مين المدرب اللي هيجي يغير القصه؟ هو مش هيغيروه اصلا مدرب. بس خلي بالك انا مش شايف ان حتى لو جه المدرب هي الفكره ان انا مستغرب ان انت عندك سكواد ايه ده يا ابني يعني ازاي انا مش فاهم. كوارث لا كوارث ولا انا بالنسبه لي ولا بص ولا ايزاك بقى نافع ولا فيرتس نافع ولا كيركز نافع ولا فريمبونج بيلعب. ما ينفعش يا ابني كيركز ده ما ينفعش تقول اسمه يعني ما الفرقه بتاعته ما تقولش اسم كيركز. وكوناتي وفان دايك الاثنين كوارث حرفيا. صلاح بره الدنيا خالص. انا عايز الفت نظركم لحاجه السيزون ده انا ملاحظها مش عارف انا الوحيد اللي ملاحظها لا. انت مش حاسس ان السنه دي الماتشات بتبقى صعبه قوي ان انت تتوقعها مين اللي يكسب؟ يعني لما تلاقي فرق تتوقع ايندهوفن 4-1 دي مستحيله يعني ماتش زي ارض انفيلد. ايوه ماتش زي مثلا ريال مدريد. انا بتكلم على الفرق الثقيله برضو ريال مدريد وبرشلونه ليفربول السيتي اللي هي معاها سكواد قوي ايا يكن بقى النتيجه عامله ايه قبل الماتش. انت حتى بتبقى شايف سيناريو بتلاقيه عكس اللي بيحصل في الماتش تماما. يعني زي ماتش ريال مدريد والليفر كله شايف ان ريال مدريد يكسب سبحان الله ليفر كسبت. مش عارف برشلونه ريال مدريد تلاقي ريال مدريد كسبت بالعافيه وبعدها قامت خسرانه من ليفربول. فغرب نفس الكلام السيتي. انا على مؤاخذه انا عارف انتوا برضه الدنيا بايظه عندكم على الاخر. هو هيموت وهنجلها تلاش اصل انت قاعد تقول لي 3 جوان بالارسنال وانت واخد 3 جوان من الامباكس. انت لسه حظك بس يا باشا. انت ما تقارنيش بيك. انا مش فاهم انت ما تقارنيش بيك. وضع تاني يعني انا وضع تاني كده ازاي تاخد 3 جوان من الامباكس؟ انا كان مديهم 5 ولا مديهم 4 3 4 يا عم. ما لو بقيت اللعبه سخنت ما هو دي ما لو سخنت اللعبه شويه دي كارثه اصلا. انت لو شلت اللاعب ده انت خسران 3-0 يا باشا. ما فيش الكلام ده. هو اللعيب ده انت شفت الاسيست بتاع فينيسيوس بس هنجيله بعدين. لا يا عم ده خلينا في السيتي دلوقتي. خش على السيتي. لا السيتي زي ما انت قلت انسب كلمه قلتها هي سطر وتسيب سطر وحاجه وحشه يعني قدام نيوكاسل. مع ان الماتش كان المفروض يبان ان نيوكاسل هتقفل. الماتش ده اللي اتفرج عليه يا جدعان ماتش مفتوح من اول دقيقه وكور رايحه وجايه. والسيتي الصراحه برضو عشان انصاف للحق الدوري الانجليزي الحكام بتاعه 0 تحت الارض. ضربتين جزاء واضحين 100% للسيتي. ما اتحسبوش الاثنين. كانوا هيغيروا الماتش يغيروا النتيجه يخلي السيتي قريب من الارسنال وبينافس معاه. بس وقعت السيتي في الوقت ده مش حلوه الا لو ارسنال وقعت قدام تشيلسي الماتش الجاي ساعتها الدوري ممكن السيتي تنزل تاني ممكن ترجع بس تاني. هو في سيتي ماتش السيتي اللي فات هو مريح هالاند ودوكو ده في الابطال. في الابطال كان بيلعب بالدكه لحد الدقيقه 65 وبدا ينزلهم. خسر لما نزلهم ما قدروش يعملوا حاجه. خلاص نزلهم كلهم في الدقيقه 65 ما قدروش يلحقوا الماتش يعني. طب انا بالنسبه لي السيتي ما يعني نسبه انها تاخد دوري لا ضعيفه جدا. انت نسبه كام انها تاخد دوري سيتي؟ هو اصلا بعد ارسنال هي سيتي. انا مش شايف اي فرقه ثانيه. بص انا متوقع من اول الدوري السيتي الصراحه ما فيش فرقه ثانيه. بس بعد اللي حصل من نيوكاسل ده والفرق بقى واسع. بس هنشوف ماتش تشيلسي اللي جاي يعني. متوقع ياخد دوري السيتي؟ لا مش يعني لا انا كتوقعات قبل كده السيتي. بس اللي انا شايفه ان هو رايح لارسنال. يعني العقل بيقول ان هو 100% ارسنال. لو ما راحش لارسنال كان هيبقى كارثه. امبارح ده لازم يروح لارسنال طبعا لازم يروح لارسنال يا باشا. ده اول ماتش ابن حرام. مش عارف انت رايك انت انا في سيتي والله سيتي انا مش فاهمها. يعني مثلا السنه اللي فاتت كان في اصابات كان في غيابات. انما مثلا السنه دي بص انا مش شايف اصابات مؤثره. بعدين شايف انت بدايه كويسه. اول كام ماتش انت وقعت بس بعد كده انت فجاه لم الدنيا شويه فوقت ليفربول 3 كسبت. فانت فوقت ايه اللي حصل ما تفهمش بجد. لا مش عارف يعني. هو انا بجد مش قادر احدد سبب. حتى ايه زمان كنا نقول لك ايه ده جوارديولا بيتفزلك. اول مره انا مش شايف السنه جوارديولا بيتفزلك على فكره. ده مثبت تشكيل. يعني انا مش شايف فزلكه دي غريبه قوي يعني. ده اللي كان بالظبط ده اللي غريب عليه. السنه دي هو مثبت وعلى فكره وفي اوقات ماتشات بيدافع ويهاجم يعني. مش زي زمان انا كده هفتح لا بس مش فاهم. واللعيبه كلها
فما انا الصراحه يعني مش قادر احدد الصراحه. وعايز اسالكم في اخر نقطه بخصوص سيتي، انتوا شايفين مرموش ايه؟ هو مرموش لو هيلعب مهاجم فهو مش هيلعب على هالاند، نزل لو هيلعب وينج رايت فهو مش هيلعب على دوك خالص. يعني هو مش هيلعب على الاثنين دول. هو الحته اللي ينافس فيها اللي هو تحت المهاجم، هو بيلعب 2 تحت المهاجم، شرقي ورايندرز. بس انا شايف ان هو جاي عليه الفتره اللي فاتت شويه يعني. عايز يديله نقطه. هيلعبوا فين عشان بالظبط هو هيلعبوا فين يا رضوان؟ هو دوكو وهالاند الاثنين ما يتلعبش عليه الصراحه. دوكو حرام يعني، انت لو مدرب هتظلم دوكو لو انت قعدت. لا مش لا العبه تحت المهاجم، العبه مع دوكو وهالاند. ما هو انت عندك شركي تحت. انت بص انت خلي بالك انت تحت انا شايف انه يزقوا شويه، مش يعني مع شركي ما يزقش، مع رايندرز يزق، مع شركي ما يزقش بصراحه يعني. شرقي غربي اي حد يزق مع اي حد فيهم. هو عارف لو بيلعب على الرايت وينج يزق مع سيفينيو عادي. سيفينيو ده عيان يزق ما بيلعبش. لا ما بيلعبش رايت خالص، ولا بيلعب على فكره، ولا بيلعب تحت المهاجم يعني. بس حرام انا متضايق لان مرموش يا جدعان جامد والله. بس هو مرموش بقى المفروض احنا اللي نرجعه كمنتخب مصر يعني. لما يجي لنا هو بصراحه المفروض نرجعه. هو الطبيعي دايما بيبقوا مقدمين في الدوري الانجليزي. انا بس عايز اقول للناس ان احنا كده عاملين بطوله افريقيا دي يا جماعه، استنونا كل حاجه، لان طبعا ده كلام كتير قوي هنشوفها في القعده المحليه بتاعتنا. برضه عندنا نجوم المحليات، فدي افريقيا بالنسبه لنا اساس يعني. خلينا بقى ننقل على تشيلسي، لان تشيلسي ماتش برشلونه يعني قبل ما نخش على الدوري الاسباني برشلونه وريال مدريد. خلينا نخش على تشيلسي الاول. ماتش برشلونه يا جدعان ماتش يخلص 6-7 مرتاح، 3 اجوان اوفسايد وخلص تقريبا اوفسايد. برشلونه تشيلسي انزو ماريسكا الصراحه عالمي في التشكيل. انا كنت اصلا متوقع تشكيله من الماتش اللي قبله، انا عشان بلعب فانتزي عندي جيمس. طلعوا لي بعد اول 45 دقيقه عرفت ان هو يلعب اساسي، خدت نص ملعب. والصراحه لعيب ذكي وقوي جدا هو كايسيدو، ثنائيه حلوه. وطلع بقى جواو بيدرو اللي قاعد بيهري في الدوري الانجليزي وقام لاعب انزو قدام. الصراحه جواو بيدرو ده لعيب فلتانه منه يعني على الاخر، بس بيجيب في الدوري مش كتير يعني، بس بيجيب اللي هو بحظ برضه. تيجي تبص عليه في الملعب لا انزو برقبته. هو اللي قبله برضه جاكسون اللي ده عندكم دلوقتي. جاكسون ده برضه شايف ازاي بايرن جابته اصلا دكه زي اسمه ايه اللي كان عندنا قبل كده، شوبو موتينج اللي هو دكه الكين يعني. لا بس انزو ماريسكا قدم اداء حلو مع تشيلسي. دي حقيقة. فرقه قويه قوي، هي لحد دلوقتي مش ثابته 100% بس قويه الصراحه. تيجي في الماتشات الثقيله بتأدي. بس برضه نفس موضوع صادق، ممكن تلاقي الماتش الجاي بره عن ارسنال تلاقي لعبت مثلا فولهام خسرت 2-1 عشان خلاص هدفها الاربع فرق، مش هدفها تاخد دوري، فهي لسه بدري عليها انها تاخد دوري. هي بتقع من فرق يعني انا مش شايف انه مش بدري يعني. اصل هم بقى لهم في سنين بيعملوا سكواد، بقى لهم 3 سنين بس ما بيعملوش مدرب، مش مدرب ثابت. ماشي بس ثابت. هو بداوا سيزون حلو قوي، خدوا كاس العالم يعني. انا كنت شايف ان هم ممكن يبنوا، وكمان خصوصا ان انت السنه دي الفرق يعني لا تشيلسي لو ركزت بس تنافس ارسنال. لا بس يا جدعان ارسنال برضو 3 سنين بتبني. ارسنال بقى طبعا بمدرب بلعيبه احسن لعيبه في العالم. ربنا بس يا رب ياخدوه يعني في الاخر يعني. يا ريت يا رب يعني، عشان لو كده هتبقى كده ما خدوش السنه دي هياخدوه امتى تاني خلاص. لا بنسبه كبيره. لا بس بعدين بقى خلينا نخش على الدوري الاسباني اللي حصل فيه. عندك انتوا اتاخرتوا طبعا. ماتش إلتش ده اتعادلتوا فيه، خسرتوا. دلوقتي الفرق بينكم وبين برشلونه ايه؟ نقطه صح؟ نقطه. وبعديها في الابطال اولمبياكوس 4-3. فانا عايز اسمع ارائكم على ريال مدريد، لان انا من الناس اللي شايفه ان ريال مدريد لحد دلوقتي مبابي شايلها ومدرب مش مادي. مش طبيعي. مبابي شايلها ومدرب مش مادي. ابدا برضه. والله بص انا شايف ريال مدريد ماتش إلتش ده يعني شابي الونسو انا كنت عايز امسك دماغه كده افهم فيها ايه. يعني ايه فرانك جارسيا انت تلعبه وينج شمال او ناحيه الشمال ومقعد فينيسيوس. انا بص مش هتكلم خلاص خلصت. اصلا ما ينفعش نتكلم يعني. انا هتكلم اقول يعني مفيش حتى، ده مش منطق. وده اصلا مش كلام في الكوره يعني. واحد حط فرانك جارسيا ومقعد فينيسيوس على الدكه. لا بس هو عنده مشاكل مع فينيسيوس صح. حتى بص والله لو عنده ايه طب ما لعبوا الماتش اللي بعده. بس لا ده الغريب. اقول لك على حاجه، والماتش اللي قبله لعبه. بص يا يعني رضوان اقول لك على حاجه، ما ينفعش نتكلم في الكوره يا جدعان. ماشي انا اقول لك على حاجه. خلاص ان فرانك جارسيا ايه ايوه فينيسيوس هو من اول الدوري وهو عنده مشاكل مع نفسه، ده رقم واحد. بس ما يقعدوش في ماتش. ماشي ما يقعدوش. انا تعالى نتكلم. يلعب يا ريته لعب عليه مثلا. ماشي بس تعالى نتكلم بالارقام. فينيسيوس اخر 8 ماتشات ما جابش ولا جول ومضيع ضربه جزاء، ده فينيسيوس. فانا بالنسبه لي فينيسيوس اخر 8 ماتشات مش عارف يجيب ولا جول. مش على فكره مش شرط اجوال. ماتش برشلونه ما جابش ولا جول بس هو اللي عامل الماتش كله. ايوه بس انت مش مستني من فينيسيوس ثانيه. ماتش مش مستني ماتش برشلونه احسن واحد في الماتش هو اللي جاب، هو اللي مكسبها ولا جاب جول يا حبيبي. ماشي فين الاجوان طيب؟ مش لازم يا مارك اجوان. فين؟ لا من فينيسيوس لازم اجوان يعني. في طبعا لازم اجوان. ما اقدرش اقول امبابي لما يقع ما اقدرش اقول انا مش مستني. لا طبعا هالاند لما يقع مش مستني. لا لازم في لعيب هو ده من احسن وينج في العالم دلوقتي. ايوه فينيسيوس طبعا. بس هو بعيد عن نقطه فينيسيوس هي المشكله كلها مش في لا مش فينيسيوس طبعا. المشكله كلها انتوا مش شايفين ان في مشكله. لا في انا لسه هكمل. دخلت الماتش الاداره بتاعه الماتش في مشاكل كتير باين قوي.
في مشاكل كتير انا مش عارف يعني برضو يعني مش قادر احددها، لان انت يعني اخر فتره رودريجو انت كنت مموته فجاه بقى لعبته، انت مش مثبت حاجه في دماغك. يعني انت ابدا يعني نفس اللي انت بدات فيه. اردا جولر انت في الاول كنت مثبته قدام اردا جولر بيرجع لحد ورا، واردا جولر عمره ما يلعب 6 انت بتلعبه 6. طب ما انت كنت بادئ السيزون بيه طبيعي، ليه بتغير في مكانه؟ هو تقريبا مش عارف، هو تقريبا مش مستقر لسه على حاجه فبيجرب، بس طول قوي على انه مش مستقر. بالظبط. انا من اول السنه بيقول لك بيجرب لسه، بيركب الدفاع بيركب مش عارف مين، هو طول قوي ان هو لسه مش مستقر. مش عارف انا حاسس كده. فما لا بس لو جيت بصيت على فرق كتير لحد دلوقتي ما فيش حد مستقر على تشكيل اساسي غير الحاجه الغريبه السنه دي، تلاقي السيتي هو اللي ثابت على تشكيل اساسي هو ارسنال. الباقي كله بيجرب. يعني برشلونه لحد دلوقتي برضه مش بيجرب. لا بايرن بيجرب، والسيتي مش بيجرب. بايرن بيلعب من غير اساسيين برضو، بتوع مصابين كلهم في المصابين. ليه يا عم لعيبته كلها بتاعت الدوري نفس ال11 او نفس على الاقل 10 بيلعبوا. انت بص عندك كيم من جاي ده كان اساسي بتاعك، فجاه السيزون ده اتسحب وطه هو اللي بيلعب مكانه. ماشي. لسه بيجرب منهم من الثلاثه. عندك الرايت باك بتاعك المفروض ان هو كان كيميتش، السنه دي انت لسه بدلت عليه. لايمر لعبها، ستانيسيتش لعبها، بافلوفيتش لعبها، ساشا بوي لعبها. تيجي للليفت باك نفس الكلام، لايمر لعبها، جويريرو لعبها، خط النص جوريسكا مش ثابت جنب كيميتش، بتلاقي بافلوفيتش بيلعب هو اللي بيلعب، تلاقي الواد بيشكوف بيلعب ليفت باك برضو. فانت لسه مش ثابت غير على اللي بيجربها في التبديلات ولا بيجربها في بدايه الماتش؟ لا بيجربها في كل ماتشات الدوري لحد دلوقتي. يعني كل ماتش بتشكيل مختلف. كل ماتش فيه اختلاف في الجزء اللي ورا ده مختلف 100% او في اختلاف الى 70% مثلا. الخط اللي قدام هو اللي بس تمام. بس مش زي ريال مدريد برضو. انا مش شايف ان فكره ريال مدريد، انا يعني هو الونسو مش مستقر على طريقه، مش مستقر على فكر. يعني خلاص كومباني انت عارف بيعمل ايه. طريقته في الملعب معروفه. الونسو بجد انت انا عايزك تدخل برضه تشوف. من غير امبابي انا شايف الموضوع عطل خالص. بالظبط. امبابي يجيب لك الجون من نص كوره. ايه ده؟ نص كوره بيجيب لك جون. فانت لو شلت اللعيب ده بره الفرقه كلها وقعت حرفيا. الفرقه كلها وقعت. انا ما عنديش امل الصراحه باللي انا شايفه لحد دلوقتي. مش طبعا نفسي سؤال كمان عشان انا رايي فيه جامد. انا اولا مبدئيا شايفكم معلين المدافعين الجداد بتاعكم سواء هويسن او لا مين معلي؟ ما حدش معلي خالص. جمهور ريال مدريد على السوشيال ميديا بالذات. يعني هويسن ده كنا طالعين بالزمالك ولا كانه مالديني عندكم. لا انا شايف ان هو الدفاع ده لسه بدري عليه قوي. لا اصلا برضه اسينسيو وهويسن وكاريراس دول كلهم يا جدعان لسه بدري عليهم. لسه طبعا. ارنولد وكارفاخال لا لسه انتوا قربكم معايا اللي هو لسه الفرقه من ورا. الميزه كمان ان مش ريال مدريد بس اللي بيقع ويقوم ويقع. لا اوروبا كلها كده. لا بتكلم دلوقتي على اللي برشلونه. لسه واكل حته علقه فايه طازه فريش كده. بس واخدها في الابطال، ما خدهاش في الدوري. هو عارف المهم خد العلقه مش دعوه خدها فيه. ما انت التحدي بينك وبينه في الدوري. ما انت التحدي بينك وبينه في الدوري برضه. هو مع انه هو الصراحه خدها في الدوري من ريال مدريد واخدها من اشبيليا او متطرع كتير قوي. بس لا رجع لك تاني اللي هو فرق نقطه خلاص. فرق نقطه بس خلي بالك هو برضه برشلونه لسه برضه عنده يعني ايه، يعني برضه الماتش بتاع تشيلسي ده هو مشكله برشلونه انه بقى محفوظ. هانز فليك بقى محفوظ خلاص. بقى اي حد بيلعبه بيطير. شفت ماتش تشيلسي التشكيل اللي قدام برشلونه الاربعه اللي قدام لعب من غير مهاجم اصلا. ديلاب كان على الدكه. لعب بنيتو عشان سريع، ولعب جرناتشو على الشمال عشان سريع، ولعب بستيفاو عشان سريع. اسرع ثلاثه في فرقه تشيلسي لعبوا قدام تشيلسي. بقى محفوظ. وجوستو على الرايت باك وكوكريلا على الشمال. اسرع 5 عنده في الفرقه حطهم قدام برشلونه. بس انا شايف انه هيتضرب كده خلاص. لحد دلوقتي انا مش قادر اقول ان ريال مدريد هو بطل الدوري الاسباني وبرشلونه هو بطل الدوري الاسباني. مش قادر تحدد. مفيش حاجه حسمت غير يعني مثلا انت في بايرن انت خلاص قادر تحدد مدريد، قصدي قادر تحدد بايرن. في فرنسا باريس خدها من تاني ماتش. في انجلترا كل الكلام رايح لارسنال اكتر. في اسبانيا انت مش عارف. لا صعب. لان فعلا الاثنين يعني ريال مدريد اول 5-6 ماتشات ايه ده داس، بعد كده وقع. برشلونه وقع في الاول، بعد كده ثاب، بعد كده رجع نام تاني. فانت مش قادر لسه. لا هو يعني الدوري الاسباني الغريب انه فيه منافسه شديده قوي الفرقه. الغريب ان الدوري الانجليزي ما فيهوش منافسه السنه دي اللي دايما غريبه. المانيا عارفين ان هو دايما بيحسم بالظبط. الفرنسي مش عايزين نتكلم عليه كتير بس فيه منافسه. يعني الواد مارسيليا عامله اداء حلو قوي 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 كمان الفتره دي. ماشي. هو ده كل حاجه اتكلمنا عنها في الدوري الاسباني. انا عايزنا نتوقع ماتش الجوله الجايه ارسنال وتشيلسي. ماشي يعني بسرعه توقعك ايه؟ تشيلسي هتعطل ارسنال بس هل تكسب؟ ما اظنش على ارضها. ممكن هو في ارض مين بس؟ تشيلسي ستانفورد بريدج. ماشي. هقول مثلا تشيلسي 1-1 2-0 ارسنال. 2-0 ارسنال. صعب. 2-2. الله على خير. على خير. مش محضر لنا حاجه. عندي جماعه عليكم لعبه. تمام يا سلام. انا هسالكم انا عايز اعرف كل واحد فيكم انت ايه احسن مدافع بالنسبه لك بتحبه
مش شرط انت شايفه ايه. ماشي. انت اهم حاجه انت بالنسبه لك ده احسن. فمقاسم خطوط: مدافع، خط نص، حب وكوره. يعني هي حب وكوره. انت دي واحد صاحبها عشان بس نشوف هي حب وكوره ولا امكانيات يعني. طيب نبدا بالهجوم. احلى حاجه في الكوره الهجوم. انت بتقول كذا لاعب وانا بختار بينهم ولا ايه بالظبط؟ بتثبت واحد اللي هو ده بالنسبه لك هو خلاص. ماشي تمام. نبدا كده. ماشي هبدا بيك انت يا اسطى. يلا. كافاني وهاري كين. هاري كين. تمام انت كده مثبت لسه هاري كين. ماشي. هاري كين وين روني؟ روني. روني. محمد صلاح. محمد صلاح. محمد صلاح. صامويل ايتو. محمد صلاح. محمد صلاح. دروجبا. محمد صلاح. محمد صلاح. اجويرو. محمد صلاح. محمد صلاح. ليفاندوفسكي. محمد صلاح طبعا. محمد صلاح. هالاند. هالاند. زلاتان ابراهيموفيتش. يا جدع هالاند. اوف. هالاند. رونالدو البرازيلي. رونالدو البرازيلي. رونالدو البرازيلي. لويس سواريز. ايه؟ انا بعشق سواريز. لا انا مش هكمل. انا بعشق سواريز. مش هكمل. اللي حصل ده والله ما هكمل يا عم. مش هكمل. انت مالك انت؟ انا بقول ده والله ما هكمل يا عم. انت مالك؟ مش كده جالك فاول اللعبه برضه بقول لك حب وكوره. هي مش امكانيات. رونالدو. انا بحب سواريز. انا بالنسبه لي مش عارف هو ده بالنسبه لي ايه. رونالدو ده انت مالك انت يا ابني؟ اقسم بالله ما ينفع يا عم. لما يجي لا هنشيلها في المونتاج. هسألك سؤال: لويس سواريز ولا رونالدو؟ لا لويس سواريز. ايه ده؟ اخر حاجه كانت لويس سواريز ولا بنزيما؟ المتعصب. لا سواريز. انت بالنسبه لك سواريز احسن مهاجم انت بتحبه في؟ انا بحبه. طيب انا والله العظيم مش انا ثانيه بس عشان متعب. انا عرقت واتحريت مقرف. ما تعصبش عادي. ماشي. انا بص انا كده مش محتاج العب دي لان انا كده رونالدو. ماشي. انا رونالدو ده اكتر لاعب بحبه في كل حاجه. يعني بالنسبه لي هو احسن لاعب. ايوه يعني هو حب وكره. لا انا شايفه حب. انا بحبه وفي نفس الوقت ده رايي في الكوره يعني. يا عم هو رايه سواريز باين. يا نهار اسود. مع اني مش برشلونه خالص بس انا بحب سواريز جدا. لا انا كده رونالدو. انا هخاف اقول رايي دلوقتي. لا يا باشا انا هاجي عند رونالدو واثبت هديك الموبايل في وشك. لا انا كده ايه رونالدو برازيلي طبعا. ماشي قول. تمام. فانا مش محتاج اسال لان انا يعني مش محتاج اقول ايه. انا خلاص قلت والله عرفنا ان هو ماشي. يلا هبدا لك برضه تاني ونشوف هل هي مختلفه ولا لا. كافاني ولا هاري كين؟ كين ولا واين روني؟ كين ولا محمد صلاح؟ صلاح ولا اجويرو؟ صلاح ولا دروجبا؟ صلاح ولا ليفاندوفسكي؟ ليفاندوفسكي ولا ابراهيموفيتش؟ انت عديتها يعني ما حمقتش وما قلبتش الدنيا. صلاح ولا ليفا ونكمل اسئله في ايه يا عم؟ رايه هو ايه فيها مارك حب وكره يا بص تحب وتكره تقول رايك. انما في رونالدو وسواريز دي ما فيهاش والله ما فيها على فكره. والله ما بهزر يعني استنى عشان انا هجلته لما نيجي رونالدو. هجلته لا انا خطر حطيت رونالدو في القائمه دي. المشكله في القائمه دي ما حطيتليش احسن لاعب انا بحبه برضه. فغالبا هنكمل مع ليفاندوفسكي. كمل. تمام. ليفاندوفسكي. ليفاندوفسكي انا قلت لك ليفاندوفسكي ابراهيموفيتش ولا لا؟ ماشي. انت قلت ايه ليفاندوفسكي برضه. طيب ليفاندوفسكي رونالدو برازيلي؟ للاسف رونالدو. يعني ما كنت عايز اجلطك بس هو رونالدو. شايف يا اخي جاب سواريز ليفاندوفسكي يعني حرام عليه لو لابس تيشيرت وقال ليفاندوفسكي. يا حبيبي يا بابا هو بالحب. ايوه يا اسطى. رونالدو البرازيلي ولا لويس سواريز؟ رونالدو ولا كريم بنزيما؟ رونالدو. مش عايزين نتضرب. انا جاي النهارده مش عايز اتضرب. بس انت لو حطيت هنري انا هشيل رونالدو. حط تحت ضغط بعد اذنك. ايه؟ لو كنت حاطط هنري كنت هشيل هنري. يعني انت خلاص اقول هنري اللي حببني في الكوره اصلا. انت هنري اللي حببني في الكوره. طب سؤال: هنري ولا رونالدو؟ هنري. هو بقول لك هو اللي حببني في الكوره. هنري رونالدو. هنري ورونالدو. ماشي. دي اللي ما تقولي اسم التاني. لا مش هقدر والله. هو ايه ده؟ لويس سواريز. ده انت صعب. ما تبداش بيه يا عم. ابدا بيه عشان اتعصب. يبقى نشوف هو بيه ده. بتثبت اجابته بقى. ابدا الناحيه الثانيه بعدين. لا انا خلاص. انا بص احنا خلينا النهارده المهاجمين. خلي الحلقه الجايه خط النص. ماشي ماشي اتفقنا. دي يا جماعه كانت قعدتنا النهارده. يا رب تكونوا انبسطتوا ويا رب تكون قعده خفيفه عليكم. سلام.